خلينا بقى نروح للجزء النهائي ونعرف الفرق الأساسي بين الجابتن والليريكا ومين الأقوى. بالنسبة للتركيب الكيميائي والآلية فالاتنين بيشتغلوا بطريقة متشابهة على تقليل النشاط الكهربي الزايد في المخ وتهدئة الأعصاب، ولكن البريجابالين هو نسخة متطورة من الجبابنتين بمعنى إنه بيشتغل بشكل أسرع وأقوى على الأعصاب. أما الجبابنتين فبيحتاج وقت أطول عشان يبدأ تأثيره، ولكنه بيدي نفس النتيجة تقريبا على المدى البعيد. بالنسبة لسرعة المفعول فالبريجابالين أسرع في الامتصاص وبيبدأ تأثيره في خلال ساعة من الجرعة الأولى. أما الجبابنتين فبيحتاج وقت أطول عشان يوصل لأعلى تركيز في الدم، وممكن ياخد من يومين لأسبوع عشان يبدأ تأثيره بالكامل. ولو الحالة محتاجة استجابة سريعة فالبريجابالين بيكون الأفضل. بالنسبة لدوائر الاستعمال فالاتنين بيستخدموا في نفس الحالات تقريبا، ولكن البريجابالين أكثر تأثيرا في بعض الحالات. البريجابالين بيكون الخيار الأفضل في علاج القلق وآلام الأعصاب المزمنة لأنه أسرع. أما الجابنتين فبيكون مناسب أكتر لمرضى الصرع والحالات اللي مش محتاجة استجابة سريعة جدا. وبالنسبة للأعراض الجانبية فالاتنين ليهم أعراض جانبية متشابهة. البريجابالين بيكون أسهل في التحمل، ولكن أعراض الانسحاب بتاعته بتكون شديدة قوي لما بتوقفه، فلازم يتوقف بالتدريج. أما الجبابنتين ممكن يسبب دوخة أكتر، ولكنه أقل في مشاكل الانسحاب، وبرضه بيقف بالتدريج. الخلاصة مين الأفضل؟ البريجابالين أسرع في التأثير ولكنه أغلى في الثمن وممكن يسبب أعراض انسحاب قوية لو وقفته فجأة. الجبابنتين أرخص ولكنه بيحتاج وقت أطول عشان يشتغل، وجرعته بتكون أكبر عشان يدي نفس التأثير. كل واحد ليه ميزة وليه عيب، وفي النهاية الدكتور هو اللي بيحدد الدواء المناسب على حسب حالتك الصحية واحتياجاتك. دلوقتي عرفنا الفرق بين الجابتن والليريكا، وعرفنا إن الليريكا أسرع مفعول ولكنه أغلى، والجابتن أرخص ولكنه بياخد وقت أطول عشان يشتغل. ولو بتدور على دواء فعال وسريع للأعصاب أو القلق فالليريكا هيكون اختيار أحسن للوصف من الدكتور. ولو عايز بديل اقتصادي ومش مستعجل على التأثير فالجابتن هيكون مناسب للوصف من الدكتور.